من الحربيه مراته، وبعدين هخليه يحبك. سايبه القهوه من امبارح يا معفنه. مرات الابن حامل في الشهر الاخير، شوفوا حماتها المفتريه عملت فيها ايه. يا ريت يا جماعه نعمل شير للموضوع ده لانه مهم جدا، شجعونا على فعل الخير. طلعها يا مصطفى. انت دمرتيني، انت ما خليتيش فيا حته سليمه. كنتش اقصد. انا اسفه لو هقطعكم في الكلام، بس انا عايزه اعرفكم حاجه. انا حامل. ايه يا محمد؟ ما عرفتش يا محمد احط اي حاجه، ومتاكد ان انا لسه هيتحط لي كمان. تعبت يا محمد واعصابي تعبت. طب سلام انت دلوقتي. انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش بترد عليا ليه؟ هو انت لسه زعلان مني؟ انا كلمتك كتير قوي انت ما كنتش بترد عليا. لا، ما انت لازم ترد عليا. انت من ساعه ما طلقت امي وسبت البيت وانا ما بين نارين، نار كلامها انك اب قاسي ما بيتحملش مسؤوليه، ونار كلامك انها ست مفتريه وما تتعاشرش. كنت عايزني اعمل ايه؟ اجيلك واسيب امي لوحدها؟ ما كانش ينفع. بس تصدق شكلك انت اللي هتطلع صح في الاخر. برضه مش عايز ترد عليا؟ حرام عليك، وانا تعبت، محدش حاسس بيا، حرام. انا الدنيا كلها اتكربست على دماغي خلاص ومش عارف اعمل ايه. في ايه يا صاحبي؟ بس فهمني. انا مراتي حامل يا محمد. حامل ازاي؟ هي مش المفروض هتولد؟ يا ابني انا مش قصدي على دي، انا قصدي على الجديده. بنت خالتك؟ بنت خالتي. يا نهار اسود يا مصطفى، يعني احنا عايزين نحل وانت بتغرز نفسك اكتر. اما انا جاي لك عشان تشوف لها حل ولا عشان تعقدها لي اكتر؟ هو كده مفيش حل يا صاحبي، احنا مش هنصلح الغلط بغلط اكبر. يعني ايه يا محمد؟ يعني خلاص بنت خالتك بقت امر واقع في حياتك. بمعنى انك تهدى خالص لاي حاجه مخططين لها لحد ما نشوف هنرسى على ايه. ماشي يا محمد. طب هقول لك ايه، قوم معايا كده نوصل مشوار. مشوار ايه؟ قوم بس وانت هتفهم كل حاجه. ما كانش العشم يا خالد، ما كنتش مستنيه منك ان انت تعملي معايا كده. بقى عايزه مصطفى يطلقني وانا لسه ما كملتش فرحتي. بقولك ايه، انا مش عاوزه اتكلم في حاجه دلوقتي. لا هنتكلم دلوقتي. انا سامعاكي بوداني وانتي بتقولي له طلقها. بقى بعد كل اللي عملته ده وبعد كل التعب اللي تعبته ده والتضحيات اللي عملتها وتيجي بالساهل تقولي له اصل انا مش مرتاحه طلقها؟ لا فوقي عشان مش بالساهل، عشان مش لعبه في ايدك. بت، اتكلمي على قدك واتكلمي بأدب، ما تنسيش ان انا في مقام امك. لا انا مش ناسيه يا خالته، ولا عمري نسيت فضلك عليا، بس الظاهر ان انتي اللي ناسيه انها طول عمري تحت رجلك انتي ومصطفى، وفي الاخر عايزاني بسهوله اتطلق، ومن وانا طفله وانتي معشماني يا بنت ده انتي المصطفى ومصطفى ليكي، وفي الاخر يروح يتجوز واحده تانية. لا يا حبيبتي، اهو في الاخر بقيت المصطفى ومصطفى بقى ليكي، فاهمه؟ بس السبب انا، بمزاجي انا. لا مش بمزاجك انتي، كل ده بتخطيطي انا وباللي انا عملته وبالتضحيات اللي انا فضلت اضحيها. انتي نسيتي ولا ايه؟ شفت طريقتك عامله ازاي معايا واسلوبك؟ عرفت ليه انا مش مرتاحه؟ خلاص يا خالته، انا لو زعلتك حقك عليا، مش هزعلك تاني ابدا. انا اسفه، انا اهم حاجه عندي رضاكي وراحتك يا خالته. هو انت مودينا على فين يا محمد؟ ايه المنطقه الغريبه اللي انت جايبنا فيها دي؟ اهدى وتعرف كل حاجه يا صاحبي. ايه يا عم انت مش تفتح؟ تسلم على البحر. انت كويس؟ الحمد لله. اتفضلوا استريحوا ولا مصطفى؟ انت مش قلت لي انه ما يعرفش حاجه عني؟ عارف اسمي منين؟ ما تخافش يا مصطفى، مش رجال. العفو يا شيخنا، العفو. قول لي يا مصطفى، ايه اللي بتشوفه بالظبط؟ بشوف ابويا الله يرحمه، بتكلم معاه وبعدين بيختفي. وايه كمان؟ كمل يا مصطفى. بنسى حاجات كتير وبعمل حاجات مش بحس بيها.
قوم نام يا مصطفى على الكلام. ليه؟ نام. قوم قوم يا مصطفى، قوم قوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه يا شيخنا طمني، انا فيا ايه؟ بص يا مصطفى، أنا مش خايف عليك. أنت معمول لك سحر. السحر ده محطوط لك في أكل وفي شرب. ده بيبقى من أصعب أنواع السحر، وأي حد هيقول لك إن هو هيقدر يساعدك ويفك لك السحر ده كده على طول يبقى بيضحك عليك. وأنا زي ما قلت لك أنا راجل شغال بالقرآن، أنا مش دجال. الموضوع هيحتاج مجهود يا مصطفى، ونستعين بالله. هقول لك على شوية حاجات تعملها وبيع على ربنا. هوصيك ب3 حاجات يا مصطفى: الصلاة والأذكار ما تسيبهاش ولا الصبح ولا بالليل، والقرآن، وأهم حاجة تغطي المرايات. أنت فاهم يا مصطفى؟ ونعم بالله. يلا بينا. تشكر يا شيخ. السلام عليكم. مع السلامة. انا هقوم اعمل لك بقى الاعشاب اللي بتحبيها يا خالته. والله يا بنت اختي انا ما بقتش مطمنه لك، وحاسه ان وراكي عامله كبيره، وحاسه ان اكبر خطا انا ارتكبته اني جوزتك لابني. ماشي يا بنت اختي، اما اشوف اخرتها معاكي. اتفضلي يا خالته، الاعشاب اللي بتحبيها. بألف هنا يا حبيبتي. مصطفى يا ابني. بقول لك ايه، اعملي حسابك بكره الصبح هنروح للدكتور. دكتور؟ دكتور ليه؟ انت تعبان يا مصطفى؟ لا يا حبيبتي مش تعبان، بس المفروض نروح للدكتور عشان نتاكد من الحمل. تتأكد؟ وانا هقول لك خبر زي دوت وانا هكون مش متأكدة منه؟ بقول لك ايه، انا راجع من مشوار وعفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشي. هو في ايه؟ هو انا بقيت ملطشة في البيت ده؟ كل اللي رايح واللي جاي يزعلي، وانت شوية وامك شوية. ما تجيبيش سيرة امي على لسانك، فاهمة ولا لا؟ هي حصلت يا مصطفى؟ انت بتمد ايدك عليا؟ اضربك واقطع رقبتك كمان، واديكي بالجزمة لو جبت سيرة ام على لسانك، واعرفي بتتكلمي ازاي. في ايه يا مصطفى؟ مالكوا سكوا عالي فيك؟ في ايه؟ مفيش حاجة يا امي، مفيش حاجة. طب سيبينا لوحدنا دلوقتي يا ماما. كده معلش اتفضلي انت دلوقتي. ماشي يا مصطفى. اتفضلي يا ماما. مين اللي بيرن؟ ده حد مش مهم. انت بتكنسلي على مين؟ رقم مش مهم. ردي. مش عايزة ارد. لا هتردي، ردي. افتح السبيكر. الو. الو. محمد.